السلام عليكم طلابنا وحبايبنا طلاب المرحلة الثانوية. النهاردة مع الصف الأول الثانوي الدرس الثالث اللي بنتكلم فيه عن عوامل قيام الحضارات. أديك فكرة سريعة عن اللي احنا بنعمله وبعد كده نخش في درسنا. أنا في البداية قلت لك إن احنا بنشرح منهج التاريخ والدراسات الاجتماعية مرحلة إعدادية كله 3 سنين، ثم المرحلة الثانوية كله بما فيهم السنة ثالثة سنة. طيب احنا النهارده جايين نتكلم عن ايه؟ جايين نتكلم عن الدرس الثالث في منهجك اللي هكلمك فيه عن عوامل قيام الحضارات. اسباب قيام الحضارات، يعني ايه السبب اللي بيخلي منطقة من المناطق تحصل فيها حضارة والمنطقة التانية ما تحصلش فيها حضارة وما تسمعش عنها فيها عن اي حاجة خالص. هقول لك انا الاسباب دي بشكل بسيط جدا وبشكل سهل. بس قبل ما اقول لك الاسباب قلت لك احنا شرحت لك الفرق ما بين الحضارة، كلمة حضارة وكلمة تاريخ، وعرفت ايه هو الحضارة وايه هي التاريخ، وعرفت كمان ازاي بندرس الحضارة، ازاي بنجيب المصادر وبنجيب المعلومات عن حضارة من الحضارات اللي عايزين نتعرف عنها وعايزين ندرسها، وعرفت انهي الاقوى، المصادر الاولية ولا المصادر الثانوية. جاوبني انت بقى وقول لي عليها في التعليقات. ثم بعد كده هقول لك اسباب قيام الحضارة. اسباب قيام الايه؟ اسباب قيام الحضارة. يعني ايه هي عوامل قيام الحضارات؟ في البداية خالص أنا كشخص عايز أبني حاجة أو عايز أعمل أي حاجة، لازم أقعد في مكان تكون متوفرة فيه كل الأسباب اللي تخليني أقدر أعيش هنا. يعني مثلا ما ينفعش أبقى عايش هنا مثلا وليكن وشغال في محافظة أسوان، عايش مثلا في القاهرة وشغال في أسوان. ما ينفعش مثلا أبقى عايش في القاهرة وبروح أجيب الأكل والمية وكل حاجة بتاعتي من اسكندرية. صح ولا لأ؟ صح. يبقى اذا انت بتحتاج تعيش في المكان اللي بيوفر لك كل الاساليب اللي تخليك تعيش هنا وما تمشيش تروح في اي حته تاني. فعوامل قيام الحضارات هي بقى الاسباب اللي انا بكلمك عليها دي. ليه الناس المصريين القدماء استقروا في الحته دي بالذات وقرروا ان هم يبنوا دوله هنا ويعملوا حضاره هنا، ما راحوش ليه في اي حته تانيه؟ هقول لك انا. فاذا الحته دي بتحقق لهم كل حاجه هم عايزينها. زي ايه مثلا؟ اول حاجه هي وجود الانهار. وجود الايه؟ وجود الانهار. وجود الانهار هي عامل اساسي لقيام الحضاره والاستقرار. اهي ماشيه مع بعضيها اهي. طيب احنا بنقول يعني ربنا بيقول لنا وجعلنا من الماء كل شيء حي. مفيش حد مننا ما بيشربش ميه، مفيش حد محتاج الميه، يطبخ بميه، بيستحمى بميه، بيشرب ميه، كل حاجه بتعملها لازم يكون ليها علاقه بالميه. فانا دلوقتي لما اجي اختار مكان اعيش فيه، احنا كمصريين قدماء مفيش بقى وسائل ناخد الميه في مواسير ونوديها حتت بعيد، لا، انت عايز ميه لازم تكون عايش جنب النهر اللي انت بتشرب منه. فانا دلوقتي اعيش جنب نهر النيل ولا اروح اعيش في حته اخر الدنيا ما يجيليش فيها ميه ولا يجيلي فيها اي حاجه؟ لا. فهنا قرر الناس علشان يصنعوا الحضارات لازم يكون جنبهم نهر. زي ايه مثلا؟ ايه الدليل على كده؟ اول حاجه الحضاره المصريه القديمه او الحضاره الفرعونيه هتقوم على نهر النيل. نهر ايه؟ النيل. يبقى قامت حضاره مصريه قديمه على نهر النيل. تاني حاجه عندنا نهرين تانيين اسمهم دجله والفرات، دول اللي هتقوم عليهم حضاره بلاد العراق. فاذا الانهار عامل اساسي جدا لقيام الحضاره والاستقرار. يبقى الانهار عامل اساسي لقيام الحضاره والاستقرار. طيب ثم برضو نشوف ان لازم علشان الشخص يستقر لازم تكون البلد او لازم يكون المكان اللي هيعيش فيه عنده موقع متميز او موقع متوسط. متوسط هنا يعني مش وحش او حلو، لا، متوسط يعني موجود في وسط البلاد التانية، يقدر يتحرك من مكان لأي مكان تاني بسهولة. موقع يكون موقع جغرافي متميز، ولازم كمان يكون عنده مناخ معتدل. المناخ يكون حلو، يعني ما ينفعش مثلا اجي دلوقتي ابني لك حضاره في حته درجه الحراره فيها 50 تحت الصفر، تلج موت، هتموت اصلا من البرد. تيجي تبني حضاره مثلا في حته حر نار، مش هينفع برضو الكلام ده. فالمناخ كل ما يكون معتدل وملائم اكتر للنشاط اللي هيقوم به الانسان، كل ما هتكون عوامل الحضاره او الظروف اللي هتكون فيها الحضاره هتكون احسن وهتكون مميزات اكتر. تاني حاجه ايه اللي هيحصل؟
لازم تحرص على رقم 3 عدم وجود موانع طبيعية. ما يكونش في موانع طبيعية سواء جوه الدولة أو ما بين الدولة وما بين الدول اللي موجودة جنبها. ليه؟ لتسهيل التواصل. لتسهيل الايه؟ التواصل، أو حتى التأثير والتأثر بالحضارات. يعني علشان تبقى سهل تتواصل مع الحضارات اللي جنبك، وسهل ان انت تتواصل معاهم او تتاثر بالحضاره بتاعتهم، وتشوف لو عندهم حاجه كويسه تقدر تاخدها منهم، عندك انت حاجه كويسه هم ياخدوها منك. يعني انت تاثر فيهم، تبقى عندك علامه مميزه هم ياخدوها منك ويعملوها زيك ويقلدوك، او تاخد انت منهم حاجه تتاثر بيها. فانت لو ما بينك وما بينهم حاجز، فاحنا بنتكلم على زمان عشان تعدي الحاجز عشان تهد الحاجز، طبعا الكلام ده صعب جدا. فانت في ما بينك وما بينهم حاجز، فانت لا هتعرف تاخد منهم حاجه ولا هتعرف انت تديلهم حاجه. فعلشان تقوم الحضاره لازم اقل حاجه ما يكونش فيه الحواجز او الموانع الطبيعيه. ولازم كمان تتوفر عندك في الدوله حاجه اساسيه مهمه جدا، رقم 4 الثروات المعدنيه او الصخور او حتى النباتات والحيوانات. فكل الحاجات دي لازم تكون متوفره عندك. كانوا بيستخدموا الثروه المعدنيه في ايه؟ زي ما هنتكلمك دلوقتي، كانوا بيعملوا منها العده بتاعتهم، الادوات بتاعتهم. كانوا بيستخدموا الصخور في ان هم يعملوا المعابد، يعملوا الاهرامات. يستخدموا النباتات الاكل او اكل للحيوانات اللي بتساعدهم في الشغل. الحيوانات كانوا بيعتمدوا عليها في الغذاء، او بياخدوا الصوف او الوبر او الجلد بتاعها يعملوه ملابس يقدروا ان هم يلبسوها. فكل الحاجات ديت لازم يكون الانسان نفسه بقى ناجح ان هو يتكيف مع البيئه. يعني ايه ناجح ان هو يتكيف مع البيئه؟ يعني البيئه ادتك ثروات معدنيه، ادتك صخور، ادتك موقع، ادتك انهار، ادتك كل حاجه. ممكن يكون شخص كسول ياخد الحاجات دي كلها وما يعملش بيها اي حاجه. يعني يشرب وياكل وينام، يشرب وياكل وينام، ما يبنيش حضاره، ما يبنيش بيوت، ما يبنيش اهرام، ما يبنيش اي حاجه. لكن الشخص نفسه لازم يكون عنده تكافؤ او تكيف مع البيئه. يشوف البيئه مدياله ايه ويبدا ان هو يشتغل ويحول الحاجات دي لاحسن من كده. يعني البيئه مدياني شويه صخور، انا هعمل بيهم ايه؟ لو هم صخور كده وانا كسول مش عايز اشتغل، مش هعمل بيهم اي حاجه، مش هستفاد منهم في اي حاجه خالص. لكن انا بقى لو انسان اتكيفت مع البيئه وفهمت الدنيا، همسك الصخور وهمسك المعادن، هعمل من المعادن ديت ادوات اقدر من خلالها ان انا اكسر الصخور واحول الصخور دي للبيوت، احولها للاهرامات اللي احنا بنشوفها، للمعابد اللي بنتفرج عليها. طب ده لازم يكون من خلال تكيف الانسان مع ايه؟ تكيف الانسان مع البيئه اللي موجوده حواليه. طيب عايز اغني لك الحته دي عشان ابسطها لك وتكون سهله قوي معاك كده. خليك معانا ونمشي مع بعضينا خطوه خطوه كده. ها، يبقى عندنا اساسيات لقيام الحضارات، وجود الانهار زي النيل في مصر والعراق دجله والفرات. يبقى عندنا اساسيات لقيام الحضارات لنهر النيل في مصر والعراق دجله والفرات. موقع متميز ومناخ معتدل، ودي حاجه اساسيه. عدم وجود حواجز وموانع طبيعيه، وطبعا وفرة الثروات المعدنيه، وكمان اساسيات زي النباتات وزي الحيوانات. عندنا اساسيات لقيام الحضارات، نهر النيل في مصر والعراق دجله والفرات. مناخ موقع متميز ودي حاجه اساسيه. عدم وجود حواجز وموانع طبيعيه، وعدم وجود حواجز وموانع طبيعيه، وكمان وفرة الثروة المعدنية. وعندنا أساسيات النباتات والحيوانات. عندنا أساسيات لقيام الحضارات زي نهر النيل في مصر وفي العراق دجلة والفرات. موقع متميز والمناخ المعتدل ودي حاجة أساسية. عدم وجود موانع وحواجز طبيعية والثروة المعدنية، وكمان في أساسيات زي النباتات والحيوانات. طيب كلام جميل وكلام مظبوط وكلام مية مية. طيب احنا بقى كحضارة مصرية قديمة، كحضارة فرعونية، ايه العوامل بقى اللي توفرت لنا من كل ده علشان بدأنا من خلالها نبني الحضارة المصرية القديمة اللي احنا بنشوفها وبنشوف الآثار بتاعتها لسه موجودة لحد دلوقتي؟
يبقى انا اذا هقول لك بقى ونسالك سؤال تاني، ايه هي عوامل قيام الحضاره الفرعونيه؟ عوامل قيام ايه؟ عوامل قيام الحضاره الفرعونيه. يبقى احنا هنا بنتكلم عن الحضارات بشكل عام، لكن احنا هنا هنتكلم عن الحضاره الايه؟ الحضاره الفرعونيه. فالحضاره الفرعونيه علشان تقوم كان في عوامل طبيعيه، الطبيعه هي اللي عملتها لنا وربنا هو اللي عملها لنا، وما احنا ما اشتغلناش فيها على اي حاجه وعملناش فيها بجهد. وفي عوامل بشريه، شغل بقى الانسان وتعب ومجهود البشر هم اللي ساعدوا بيه. يبقى اول حاجه الحضاره المصريه القديمه احنا كان عندنا حاجتين، اول حاجه عوامل طبيعيه، دي احنا ما اتدخلناش فيها، دي احنا جينا لقيناها جاهزه زي ما هي. تاني حاجه هي عوامل بشريه، ده بقى الانسان هو اللي عملها وبدا هو يشتغل. لان انا قلت لك دلوقتي الانسان لو هو انسان كسول مش هيقدر يستغل اي حاجه من الحضاره اللي موجوده عنده دي، فمش هيعمل حضاره. لكن لو هو انسان نشيط وانسان قوي وعرف يتكيف مع البيئه، هنا تبدا الحضاره تظهر. طيب اول حاجه من العوامل الطبيعيه هو نهر النيل. طبعا كلنا عارفين نهر النيل لان هو كان مهم في الزراعه وكان مهم في ميه الشرب. طيب الموقع الجغرافي، موقع مصر كان جغرافي جدا وهنتكلم عنه كمان شويه. طيب غير الموقع الجغرافي اللي موجود في الفتره دي، طبعا الثروات المعدنيه، سواء كانت معادن او سواء كانت صخور، الاثنين متوفرين عندنا في مصر بشكل كبير. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا حاجه اسمها الحدود الطبيعيه الامنه، يعني مصر فيها حدود طبيعيه هي متامنه لوحدها طبيعي كده، احنا ما تدخلناش في حاجه. اخير حاجه هي المناخ المعتدل. بعديهم بسرعه لان احنا كل واحده منهم هنقف معاها لوحدها وهنفصلها تفصيل كبير. طيب البشريه بقى، الانسان هو اللي عمل ايه؟ احنا هنا اصبح عندنا مواطن مصري او انسان محب لوطنه، شخص بيحب وطنه عايز يبني وطنه ويخليه قوي، بدأ يستغل كل الموارد دي في ان هو يبني الحضاره دي. يبقى انت دلوقتي لو حطيت ايدي كده على العوامل البشريه وقلت لك الحاجات دي كلها موجوده لوحدها ومفيش انسان محب للوطن ومحدش عايز يبني حاجه، هل دول هيبنوا الحضاره الفرعونيه؟ ما كناش هنسمع عن حاجه اسمها الحضاره الفرعونيه. لكن العوامل دي بقت موجوده، والشخص اللي هيشتغل شغال بنفسه وعايز فعلا يعمل حاجه قويه، ظهرت عندنا الحضاره الايه؟ الحضاره الفرعونيه. الحضاره الفرعونيه. نغني العوامل دي ونخش على كده مع بعضينا. العوامل قيام الحضاره الفرعونيه: نهر النيل موقع جغرافي متميز، ثروات معدنيه، ومناخ المعتدل، والحدود الطبيعيه. عوامل قيام الحضاره الفرعونيه: عوامل طبيعيه، نهر النيل موقع جغرافي متميز، والثروات المعدنيه، والمناخ المعتدل، والحدود الطبيعيه. يلا عوامل قيام الحضاره الفرعونيه: عوامل طبيعيه زي نهر النيل موقع جغرافي متميز، والثروات المعدنيه، مناخ معتدل، والحدود الطبيعيه. طيب دي عوامل الطبيعيه. ناخد بقى كل عامل من العوامل دي كده ونبص عليه ونشوفه هو ازاي اثر في الحضاره المصريه القديمه. نكلمك الاول عن نهر النيل. نهر النيل في مصر ده عباره عن نهر طبيعي الانسان ما عملوش فيه حاجه، بينحدر من الجنوب للشمال. يعني ايه ينحدر من الجنوب للشمال؟ يعني نهر النيل في الجنوب اعلى من الشمال، ده الجنوب وده الشمال. ومعنى ان هو بينحدر من الجنوب للشمال ان الميه بتنزل من فوق لتحت. ركز معايا، انت عارف ان الميه بتنزل ولا بتطلع؟ الميه بتنزل. طب نهر النيل لو اعلى من الجنوب يبقى الميه هتيجي من الجنوب جاريه على الشمال. يبقى مثلا هنفترض ان نهر النيل عامل كده، هنا الجنوب وهنا الشمال، فالمنحدر من الجنوب لفين؟ منحدر من الجنوب للشمال. ده هيؤدي الى ايه؟ هيؤدي الى ان هو هيجي من الجنوب محمل بالمياه والطمي. الطمي ده اللي هي الارض الزراعيه السوداء اللي احنا بنزرعها دلوقتي وبنستخدمها في الزراعه. فالميه والطمي دولت هم اللي ساعدوا على الزراعه وادوا لبناء الحضاره اللي بنسميها الحضاره الايه؟
الفرعونية. يبقى نهر النيل أول حاجة عرفناها عنه معلومة عنه إن هو بينحدر من الجنوب للشمال، وهو جاي من الجنوب جايب لنا معاه حاجتين، المية والطمي. المية بنستخدمها في الشرب وبنستخدمها في الزراعة، والري ده بنستخدمه في إيه؟ في الزراعة. وطالما عملنا الزراعة واحنا عرفتك المرة اللي فاتت ان الحضارة المصرية القديمة حضارة زراعية، فحضارة زراعية يبقى الزراعة هي أدت إلى قيام الحضارة المصرية. الحضارة الإيه؟ المصرية. لأن أنا قلت لك بسبب الأنهار عندنا حضارة العراق والحضارة المصرية حضارات زراعية، لكن البحار فينيقيا دي حضارة بحرية أو حضارة ساحلية. طيب بنستفاد إيه تاني من نهر النيل؟ نهر النيل هيعلم المصريين حاجة اسمها الوحدة والتضامن، يعني الناس دي تبقى واحد. طب إزاي؟ قال لك إحنا في وقت الفيضان هنتساعد مع بعض إن إحنا نبني السدود ونبني الجسور علشان نحافظ على المية دي. يبقى هيعلم المصريين حاجة اسمها الإيه؟ الوحدة والتضامن. إمتى بالظبط هيعلمهم الكلام ده؟ في وقت الفيضان. إمتى؟ في وقت الفيضان. هيعلمهم ازاي الكلام دوت؟ عن طريق ان هم يتحدوا مع بعض لبناء الجسور والحفاظ على المياه. حافظوا كمان على المياه اللي هتطلع من الموضوع ده. فاحنا نبني الجسور. طب هو واحد لوحده هيقدر يبني الجسر؟ طبعا لا. واحد لوحده يقدر ان هو يحافظ على المياه؟ طبعا لا. فاحنا لازم نتحد مع بعضينا. طب مين اللي هيحطنا في الموقف اللي يخلينا نتحد فيه مع بعضينا غصب عننا؟ هو نهر النيل. طيب هيعلمهم كمان حاجة مهمة جدا اسمها ايه؟ اسمها التكافل والتكامل. ايه التكافل والتكامل دول؟ يعني هيعلمهم حاجة اسمها التكافل اللي هي نبقى كلنا مع بعضينا ايد واحدة ونساعد بعض. نساعد بعض ازاي؟ يعني بنكمل بعض. يعني انا ارعاك لو انت ما تقدرش ترعى نفسك، وانت ترعاني وتساعدني لو انا في حاجة ناقصة عندي تديها لي. يعني احنا الاتنين بنكمل بعضينا. طب ده هيعلمها لهم ازاي؟ هيعلمها لهم عن طريق حاجة اسمها التجارة الداخلية. لما تبدأ أقاليم مصر تبدل ما بينها وما بين بعضها السلع اللي كل واحد محتاجاها. يعني احنا مثلا عندنا في الوجه القبلي تحت بيزرعوا مثلا قمح، واحنا فوق في مصر فوق في القاهرة ما عندناش قمح، فنهر النيل هينقلوا فيه البضاعة يطلعوها لنا لفوق، هيحطوا البضاعة على السفن ونهر النيل هياخد السفن دي يتحرك بيها يجيبها لنا لحد عندنا فوق في الشمال، لأن المية ماشية من الجنوب للشمال تاخدها معاه وهي ماشية. يبقى هيعلمنا التكامل والتكافل عن طريق ان هو هينشط التجاره الخارجيه ما بين الجنوب والشمال او الشمال وايه والجنوب، وهيساعد كمان المصريين ان هم يتواصلوا مع بعض ويتواصلوا كمان مع الحضارات اللي بره. طيب هيتواصلوا مع بعض ازاي؟ هيتواصلوا مع بعض قلت لك عن طريق نهر النيل، لان انا دلوقتي في الجنوب عايز ابعت حاجه للشمال، هعمل ايه؟ هحطها في نهر النيل ونهر النيل هياخدها يوديها. طب انا في الشمال بقى عايز اودي حاجه للجنوب ازاي وهي الميه ماشيه كده؟ انا كده عايز امشي عكس الميه. قال لك الهواء بقى، الرياح بتاعت مصر ومناخ مصر اللي انا بكلمك عليه المناخ المعتدل، هو ده اللي هيحرك لك بقى يا باشا السفن. تفتح الشراع بتاعك الهواء يخليك تمشي عكس ايه؟ الميه. يعني وانت رايح قافل الشراع والميه مودياك، وانت راجع فاتح الشراع والهواء هو اللي مرجعك. فالتواصل ما بين الشمال والجنوب كله ده هيحصل عن طريق نهر النيل. وهيؤدي كمان ان هيخلي المصريين يشتغلوا وينشطوا ويبرعوا قوي في صناعه السفن، عشان يقدروا يعملوا احسن سفن تمشي على نهر النيل وتمشي بسرعه وتتواصل مع مصر والبلاد المجاوره وتتاثر بالحضاره المجاوره برضه. يعني احنا النيل هيعلمنا صناعه السفن، واحنا من خلال السفن ديت نقدر ان احنا نتواصل مع الحضارات اللي جنبينا والحضارات اللي موجوده حوالينا ونأثر فيها ونتأثر بيها احنا كمان. كل ده بيتم من خلال نهر النيل. يعني نهر النيل دوت بيفيدنا في حاجات مهمه قوي. يعني لما اقول لك بما تفسر اهميه نهر النيل، اول حاجه ان نهر النيل مهم لان هو تكوين طبيعي بينحدر من الجنوب للشمال، محمل بالميه والطمي اللي استخدمناها في الزراعه، والزراعه اللي قومت لنا الحضاره المصريه القديمه. بيعلم المصريين الوحده والتضامن امتى؟ في وقت الفيضان، عن طريق ان هم بيبنوا الجسور وبيساعدوا ان هم بعض يحافظوا على الميه. هيعلم كمان المصريين التكافل والتكامل عن طريق ان هو هينشط لهم التجاره الخارجيه ما بين الجنوب والشمال وما بين الشمال والجنوب. هيساعد المصريين ان هم يتواصلوا مع بعضهم قلت لك عن طريق التجاره وعن طريق الاهتمام بالسفن اللي هيحركها نهر النيل من الجنوب للشمال، والرياح هترجعها تاني للشمال لايه؟ للجنوب.
ومع تطوير السفن دوت هيساعدنا تلقائي كده ان احنا نتواصل ونتاثر بالحضارات المجاوره والحضارات اللي موجوده جنبنا، كل الفترات دي. يبقى كل ده حصل بسبب نهر ايه؟ نهر النيل. كل عامل من العوامل الطبيعيه ديت هنقف معاه. يبقى الدور على مين؟ الدور بيجي عندنا هنا على الموقع بقى. نيجي نتكلم كده واكلمك على الموقع المتميز. موقع مصر لما هتيجي تشوفه هتلاقيه الحمد لله موقع متميز قوي، يعني موقع متميز جدا جدا جدا. لما تيجي تبص على قارات العالم القديم، وانت المفروض عارف ان العالم متقسم لقارات 7 قارات. عالم قديم 3 قارات وعالم جديد. العالم القديم 3 قارات، اسيا وافريقيا واوروبا. لما تيجي تبص على مصر هتلاقي ان مصر هي قلب العالم القديم. قلب العالم القديم. يبقى اول حاجه بتمثل مصر ان هي ايه؟ ان هي قلب العالم وملتقى قارات العالم. أي عالم؟ العالم القديم اللي هو مين ومين ومين؟ اللي هو آسيا زائد أفريقيا زائد أوروبا. وهيشجع كمان كل الكلام دوت إن هي بتطل على بحرين هما يعتبر أهم بحرين في العالم القديم، البحر الأحمر والبحر المتوسط، لأن هما اللي بيربطوا أفريقيا بآسيا، وهما اللي بيربطوا أفريقيا بأوروبا، وفي النص ما بين الثلاثة دول كلهم مصر. فهي بتشرف وبتطل على بحرين مهمين جدا، هو البحر الاحمر والبحر الايه؟ المتوسط. وده هيؤدي الى سهوله اتصال مصر بالعالم وتتاثر في الحضارات الموجوده جنبها. يبقى ايه النتائج اللي مترتبه على موقع مصر الجغرافي المتميز؟ هي سهوله الاتصال بالعالم والتاثير والتاثر في الحضارات. يبقى نقولها كده مع بعضينا: ادى الى سهوله الاتصال بالعالم، وايه تاني؟ والتأثير والتأثر بالحضارات. بدأنا نأثر في الحضارات والحضارات هي كمان تأثر فينا. كل ده بسبب الموقع. أنا أقدر أتحرك من أي حتة لأي حتة بسهولة. ما بين ال3 قارات دول أقدر أتحرك بسهولة لأن أنا في النص ما بينهم كلهم. من هنا لهنا سهل، من هنا لهنا سهل. عن طريق إيه؟ عن طريق أهم بحرين أنا بطل عليهم وبتحكم فيهم هما الاتنين، اللي هما البحر الأحمر والبحر المتوسط. يبقى موقع مصر مميز في إيه؟ مميز إن هي قلب العالم وملتقى قارات العالم القديم ال3 اللي هما آسيا وأفريقيا وأوروبا. والسبب الثاني مهم ان هي بتطل على بحرين مهمين قوي اللي هو البحر الاحمر والبحر المتوسط. كل الموقع ده ادى لايه؟ ادى لسهوله الاتصال بالعالم والتاثير والتاثر في الحضاره. طيب الثروه المعدنيه والصخور. عندنا معادن عامله ازاي؟ احنا عندنا معادن مهمه قوي 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 قوي. يعني لما اجي اكلمك عن الثروه المعدنيه، اول حاجه معادن زي الذهب، طبعا مهم ومصر مليانه ده، زي الحديد، زي النحاس. هكلمك كمان عن صخور زي الرخام، زي الجرانيت. في صخور تانية برضو في مصر مهمة قوي 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 اللي احنا بنسميها دلوقتي الأحجار الكريمة اللي هي المجوهرات. فكل الحاجات ديت تكون موجودة في أرض مصر. فالمصريين استغلوها استغلال مهم قوي، فبدأوا يصنعوا من المعادن والصخور والثروات المعدنية اللي عندهم دول كل حاجة. أول حاجة بدأوا يصنعوا أدواتهم. بدأ المصري القديم يصنع أدواته. بدأ بعد أدواته صناعة الحلي، بيصنع الحلي وبيصنع كمان أدوات الزينة. بدأ رقم 3 في بناء الأهرامات، لأن أنت لما تشوف الأهرامات هتلاقيها مبنية من الحجار. رقم 4 بدأ في بناء المعابد وبناء التماثيل. كل الحاجات ديت، أو ينحت حتى التماثيل في الحجار، كل الحاجات دي استخدمها من الثروة المعدنية. بدأنا كمان نلاقي إن مصر ليها حاجة بنسميها حدود طبيعية. حدود إيه؟ طبيعية آمنة، يعني هي مش محتاجة حد يقف فيها يأمنها، هي متأمنة بنفسها، متأمنة لوحدها. إزاي؟ يعني مثلا لما نيجي نشوف الحدود من الشرق، إحنا عندنا إيه؟ أهو الشرق، في عندنا البحر الأحمر. طب إيه؟ طب الشمال، لو حد عايز يجي لنا من الشمال ده هيقابل مشكلة كبيرة أوي اسمها البحر المتوسط.
طب خلاص يا عم انا مش هاجي لا من الشرق ولا من الشمال، انا هاجي من الجنوب. هتقابل مشكله اكبر واكبر، حاجه اسمها الجنادل الصخريه في النيل. يعني ايه؟ يعني مصر متحوطه بحدود امنه من جميع الاتجاهات. جاي من الشمال مش هتعرف تعدي البحر المتوسط، جاي من الشرق مشكله في البحر الاحمر، جاي من الجنوب في جنادل صخريه على نهر النيل. جنادل صخريه ايه؟ يعني صخور ضخمه جدا ما تخليش اي سفن تقدر تخش لمصر من ناحيه الجنوب من ناحيه النيل، بسبب الجنادل ديت او بسبب الصخور اللي موجوده وبتقطع نهر النيل. طيب يا عم مش هاجي من هنا او من هنا، هاجي من الشرق ومن الغرب بس مش من البحار. هتيجي منين يعني؟ هتيجي من الصحراء الشرقيه ولا هتيجي من الصحراء الغربيه؟ ما هم كلهم كبار، انت عشان تقطع الصحراء الشرقيه كلها بجيش، عقبال الجيش ما يكون وصل اصلا هيكون مات. وعشان تقطع الصحراء الغربيه اللي هي اصلا اكبر من الصحراء الشرقيه مش هيلحق يخلص الصحراء اصلا وهيكون كل الجيش خلص. فبالتالي انت حدود كلها طبيعيه وحدود كلها متامنه بشكل طبيعي. يبقى سواء البحر الاحمر في الشرق او البحر المتوسط في الشمال او الجنادل الصخريه اللي موجوده على نهر النيل اللي هي الصخور الضخمه اللي بتعترض مجرى نهر النيل من ناحيه الجنوب، او الصحراء الشرقيه او الصحراء الغربيه، كل دي بنعتبرها درع اللي بيحمي مصر. الدرع اللي بيحمي مصر. طب ايه الدليل على كده؟ الدليل ان هي ساعدت في حمايه مصر من الغزاة ومن الطامعين، وساعدت كمان ان هي تحقق لمصر الامن وتساعد ان هي تحقق الاستقرار. يبقى ايه اللي خليني اقول لك ان الحدود بتاعت مصر بمثابه الدرع؟ قلت لك لان الدرع دوت استخدمته الدوله علشان تحافظ على نفسها من المعتدين وتحافظ على نفسها من الطامعين وتحقق جواها الامن وتحقق الايه؟ وتحقق الاستقرار. طيب اغني لك الجزئيه دي عشان تفهمها مع بعضين وتبسطها وتخليها سهله معايا كده. يبقى ايه؟ الحدود الطبيعيه، الحدود الطبيعيه: شرق البحر الاحمر وشمال البحر المتوسط، وفي الجنوب الجنادل الصخريه والصحراء الشرقيه والصحراء الغربيه. دروع مش كتير، دروع مش كتار، لصد المعتدين، لصد المعتدين والحمايه من الاخطار والتحقيق الامن والاستقرار. يبقى حدود طبيعية: شرق البحر الأحمر وشمال البحر المتوسط والجنادل في الحدود الجنوبية، الصحراء الشرقية والصحراء الغربية. دروع آمنة أخطار لصد المعتدين والحماية من الأخطار وتحقيق الأمن والاستقرار. كلام مية مية وكلام مظبوط أوي أوي. المناخ، طيب كلمني بقى عن المناخ بتاع مصر. أقول لك إن المناخ كان برضو من أهم العوامل اللي هيؤدي إلى إن تظهر في مصر حضارة مهمة جدا. مناخ مصر زي ما كلنا شايفينه ان هو بيكون معتدل ومشمس شويه، والسماء بتكون صافيه بنسبه كبيره. يعني درجه الحراره بتكون شويه معتدله وبتكون السماء صافيه، مفيش غيوم، مفيش كل شويه امطار، مش كل شويه قاعد. وكمان كان في مصر حاجه اسمها الجفاف. يعني انت معظم اراضي مصر اللي هي هتلاقيها بعيد عن نهر النيل او البحر الاحمر او البحر المتوسط دي ارض جافه ما فيهاش اي ميه، ما فيهاش اي حاجه. فبالتالي الجفاف دوت هيساعدنا ان احنا نحافظ على الاثار بتاعتها. وهتلاقي في مصر تنوع في درجه الحراره، والتنوع دوت هيؤدي لتنوع المحاصيل الزراعيه. نقدر نزرع محاصيل كتير. المحاصيل اللي محتاجه درجه حراره مرتفعه عندنا درجه حراره مرتفعه، المحاصيل اللي درجه حراره منخفضه عندنا الشتاء درجه حراره منخفضه، معتدله عندنا الربيع. فكل انواع المحاصيل عندنا كل الاجواء اللي هتكون متناسبه معاها. فتنوع المناخ دوت هيؤدي لتنوع الغلات وتنوع المحاصيل الايه؟ المحاصيل الزراعيه. خلينا اغنيها لك برضه عشان تبقى سهله معاك. خلينا نقول ايه؟ نقول: والمناخ كان ليه اهميه، شمس مشرقه وسماء صافيه، وتنوع الحراره ادى لتنوع المحاصيل الزراعيه. طب والجفاف يا شطار؟ ساعدنا في الحفاظ على الاثار. يبقى ايه؟ وكان المناخ ليه اهميه، شمس مشرقة وسماء صافية، وتنوع الحرارة أدى لتنوع المحاصيل الزراعية. طب والمناخ يا شطار؟ ساعدنا في الحفاظ على الآثار. يبقى يلا مع بعضينا سريعا كده: والمناخ كان ليه أهمية، شمس مشرقة والسماء صافية، وتنوع الحرارة أدى لتنوع المحاصيل الزراعية. مية مية الكلام ده. طيب والجفاف ده يا شطار هيساعدنا في الحفاظ على الآثار. كلام مظبوط. طيب فاجأت مفاجأة مهمة أوي، إن ده آخر جزئية في الدرس بتاعنا النهاردة. إحنا كده خلصنا الدرس الأول، وقصدي خلصنا الدرس بتاع النهاردة
ده كان الدرس الثالث في الفصل الأول من منهجك للتاريخ لسنة أولى ثانوي الصف الأول الثانوي. طيب طبعا بفكرك ان احنا هنشرح ماده الدراسات الاجتماعيه بشكل كامل للمرحله الاعداديه، تاريخ بشكل كامل للمرحله الثانويه خاصه ثالثه ثانوي كله عام. طيب هتحتاج ان انت تشترك في القناه عشان يجيلك الفيديوهات اول باول. هتحتاج ان انت تخش تشوف جروب الواتساب لان هو ده اللي هتقدر من خلاله تتواصل معايا بشكل مباشر وتسالني وانا هجاوبك وهرد عليك بنفسي. ما تنساش، ما تتاخرش، ما تتكسفش من اي حاجه، اسالني في اي وقت وانا هرد عليك بكل اللي انت محتاجه. فكرك تجيب كتاب الامتحان لان الفيديو الجاي هيكون حل الاسئله وحل الواجب بتاع الوحده اللي كنا عايزين نحله ومتفقين ان احنا هنحله مع بعضين. ده كان درس عوامل قيام الحضارات، وده منهج التاريخ، وانا مستر كريم عز، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.